بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لكم نشرة الأخبار من جمهورية الملوخية المتحدة من القدر، ونستهل بالحلبة المنقوعة من الطاوة. التقى اليوم رغيف ابن خبز فحم ابن حطب باستكمال مدتها 10 دقائق، ثم انتقل إلى طاولة الاستراحة. التقى الشاي مع السكر، وكان باستقبالهما 20 كلسا من المغسلين. ضاع طفل يبلغ من العمر 25 لعنة، فمن لاقيه فلطمتين بالجزمة وله جزيل الشكر، أو الاتصال فوريا بهذا الرقم 00 أيوة زيدوا فتوا زيدوا وله جزيل الشكر. ما دامت المفاوضات بين الذباب والناموس ولم يحصل بينهم أي احتكارات. الأنباء بالتفصيل. تغمد الله وزيرة الدجاج تنازل العمر 25 بيضة، وقضى معظمها داخل الشبكة، وكان بتشيء جثمانها كيلا من الفراخ إلى مثواها الأخير في مطعم الوحدة بعد الصلاة عليها داخل الشواية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما قاموا رجال القمع بالدبابات وأسقطوا 3 طائرات على الناموس فجر هذا اليوم. حكمت محكمة مطعم الوحدة على 25 دجاجة بالإعدام بدون أي ذنب. إعلانات: حليب بكتيريا مقوي ومنعش، صابون قمل لغسيل أنظف وجودة عالية، أجمع 5 أغطية من الذباب تحصل أجلطة مجانا من شركة جرمان محمد جرمان وإخواني التجاريين. قال هذا العجين مشكله. قال أنت أمر أبوك ما تعرفين تخبزين مثل ما الناس. مش الحل؟ دقيقة البركة يحل لك المشكلة. خبزي شوفوا جربي، والخبز الحائلين والأشياء حبيبي. قال ضارب طباخ شكلكم أنا كلكم، لحظة غير لونكم وهطيب أنا طعمكم. يلا يا طباخ، واحنا وانت يا بداواتي لك اتدلع واغني لك، خلي اللحمه تحكي لك. انا افعالي انا الطباخ، رخيصي كله زي الفل، واسعاره كله ترضي الكل. الطباخ الزيت المفضل للعيله. داعسك دلوقتي اقدر اعطيكم داعسك هم الان بالاسواق، تقدري تشتريهم لسلامتك وسلامه اسرتك. زيت داعسك، حليب يماني مبتك الركب مطاير الاعصاب مقوي ومنعش. ونواصل اليكم نشرتنا الاخباريه من جمهوريه الملوخيه المتحده من القدر. اختطف مساء امس مدينه الحديده حمار من طلاب المياه، وقال الشاهد عيان انه تم خطفه وهو خارج من منزله ليتلقى بعض الاعمال الشاقه. وما زال رجال شرطه الزعارير والجهات الامنيه يبحثون عنه في انحاء المديريه. احمد طاحس من وراء البرميل. اخبار الطقس والحراره. طلعت درجه الحراره في اجفال الباميه، وكان بهبوطها 5 طماطيس على الاقل. اخبار الرياضه. تبارى فريق القمال وفريق الناموس داخل البطانية، وفاز منتخب القمال على فريق الناموس ب5 أهداف وتأهل للبطولة النهائية. وانتهت نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الخامسة لهذا اليوم، وسوف نوافيكم بنشرات أخرى في الساعات القادمة. طبعا هذا حسابي الحقيقي، والذي يقوم بانتهاك الحقوق ويقومون بإضافة المقطع ويقومون يضيفوها على صفحاتهم فهذا غير صحيح، وإنما هذا هي صفحتي الحقيقية. وتابعونا على قناة الأبابة، سيأتيكم كل جديد في الساعات القادمة. إلى اللقاء.